الاسبوع اللي فات تم فتح باب المفاوضات معاه ده بشكل رسمي، اللي هو احنا قاعدين هنبتدي بقى نتكلم، عايزينك وتعالى ده مين بقى اللي بيتكلم معاه؟ إدارة نادي الزمالك. والزمالك مش عارف ان هو مضى؟ ما كانوش يعرفوا. اللعيب راح وكلموه، عايزينك معانا، تم التفاوض معاه، الجلسه اللي اتصورت تمام بحضور رئيس نادي الزمالك واللعيب ووكيله. الجلسه الفيديو اللي اتقال ان اللعيب خلاص وقع بشكل رسمي لنادي الزمالك بحسب معلومات اداره نادي الزمالك اول من حوالي 3 ايام. ان انت خلاص وقعت وان انت موجود معانا بشكل رسمي. ده اداره نادي الزمالك اللي اعلنت. طيب اللعيب ما وقعش. دي واحده، انت بتقول لي انه مرتضى منصور قال ان اللعيب وقع وهو ما وقعش؟ ما وقعش. ما وقعش. انت متاكد ان هو ما وقعش خالص؟ ما وقعش. كان في تصريحات من شويه ان اللعيب تم الهجوم على اللعيب. هو مبدئيا اللعيب بقى له يومين ما بيجيش النادي، مش عارفين يوصلوا له ولا امبارح ولا النهارده. كان النهارده في تدريب الصبح عليه مشكله واللعيب ما جاش تدريب بالليل. التدريب اللي فيه مشكله دي عشان اللعيبه ما خدتش فلوسها. اللعيب ما جددش، ما وقعش على اي حاجه. وعلى فكره اللعيب قبل ما يقعد بلغ اداره نادي الزمالك ان انا ماضي البيراميدز. قبل ما يقعد في القعده نفسها، ما وكيله جه قال لهم يا جماعه انا اللعيب ماضي البيراميدز، ولو عايزين تخلصوه خلصوا مع بيراميدز. فاداره نادي الزمالك انا حاسس ان هي كانت الاولويه بالنسبه لها ان انا اثبت موقف، ان انا اللعيب موجود وهجدد له. حصلت المشكله، حصل تواصل ما بين مسؤولين في نادي الزمالك واداره بيراميدز ان احنا عايزين العقد. دلوقتي اهو مرتضى منصور بيقول انه السيف فاروق جعفر سرق العقود ولا نرغب في استمراره. هي العقود يا استاذ عمرو ما بتمضي بتبقى مع مين؟ حضرتك يا كابتن طارق لما مضيت عقدك بيبقى معاك ولا مع النادي؟ نسخه ونسخه يعني في النادي. لا بتروح النادي الاول وبعدين يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا يعني كابتن ميدو على فكره طلع من شويه قال ان انا اللعيب ما مضاش، اللعيب كان هيمضي قال لا معلش انا عايز والدتي تبقى معايا فساب القعده ومشي. كابتن احمد حسام ميدو. فالتصريحين عكس بعض. كابتن احمد حسام ميدو وده الفرق، الانتماءات بدات تقل، بيشوف يعني مصلحته الشخصيه الاول. هو في حاجه اسمها يا كابتن طارق يعني ان انا لعيب سارق العقد؟ لا دي يعني جديده دي يعني ايه العقد كان فين طيب؟ لا دي جديده. هو اصلا يعني اللعيب مثلا جه بالليل لبس طاقية يعني هو دخل جوه يعني هو رئيس الزمالك هو رئيس الزمالك بيكذب يعني؟ لا احنا ما قلناش بيكذب، انا بتكلم بشكل عام. الكلمه نفسها لو كان ده حصل فدي مسؤوليه يعني انا يعني لازم يتم فتح باب التحقيق. مين اللي كان قاعد على الخزنه عشان العقد يتسرق ومين اللي مسؤول عن سرقه العقد وازاي في كاميرات جوه النادي. لو في مسؤول يعني عن العقد ازاي يعني المسؤول ده المفروض يتحاسب. انا بص اتحدى اي مسؤول جوه نادي الزمالك يطلع ورقه رغبه ولا نسخه من عقد ولا ورقه بتوقيع هو مضاش. انا بتحدى اي مسؤول جوه نادي الزمالك يطلع حاجه. يا عم ده امبارح الراجل في الفيديو قال يا استاذ مضى. طب اقول لحضرتك على حاجه. انس اسامه لعيب كره السله. لا لعيب كل انديه مصر فيها كاميرات. انا ممكن من خلال اكد كلامي او اكد كلام مسؤول الزمالك كل انديه مصر. النادي الاهلي كله كاميرات، النادي الزمالك لا والزمالك فيه كاميرات بعدد اكبر كمان. انا عارف. انا اجيب القعده اللي اللعيب بيمضي فيها واجيب اللقطه اللي اللعيب سرق فيها العقود وهو خارج من النادي. لا ما قالش سرق العقود في القعده ولا لا. بغض النظر يعني انا بتكلم بغض النظر في القعده الوقت اللي اللعيب سرق فيه العقود لا انا بتكلم بجد يا كابتن طارق. اصل دلوقتي ان انا ابتدي كابتن طارق مش عاجبني فاروح مديله واحده كده وخلاص. يا محمد طب ما حصلت انس اسامه لعيب السله جم وتصوروا في فيديو مع بعض وراح الاتحاد واللعيب الفيديو جه وهو بيمضي كده وبعد كده قال لك اعلنوا تجديده وفي الاخر ما كانش يمضي وقال لك انا كنت بمضي على ورقه فاضيه. ده هو الراجل قال انه ميدو كان له علاقه بالموضوع.